رمضان على الابواب وكنحتاجو دائما الوصفات الساهلين اللي مكياخدوش منا وقت كتير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الزعلوك اللي كمقبله كيكون حاضر في الطاوله ديالنا، فضروري غادي تقدموه لانه كيجي رائع جدا ومدخن وغزال. كناخدو البدنجال كيكون الكبير، تنقسموه على زوج بالطول بحال هكا، تنديرو فيه هاد الفتحات، وكناخدو الثومه كنقطعوها شرائح وندخلوها في هذوك الفتحات، وغادي نكمل الكميه ديالي كلها ونحطها في الطاوه اللي غادي ندخلو في الفران. بهذه الطريقه غادي نتهنى منه نهائيا. كنحطها كنخبز الخبز ديالي وهي حتى هي كتحمر في الوقت اللي كنطيب انا الخبز ولا كنطيب شي حاجه اخرى في الفران. كندير عليها زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا، ندير عليها مليحه طبعا، وحكيت عليها شويه الحامض باش ما تكحلش في الاول صافي، وغادي ندخلها الفران حتى كتحمر وكتشوى وكتولي لونها غزال. بالنسبه للصلصه كناخذ مطيشه كنحكها، كندير قزبر كارم، شويه الكمون، شويه الفلفل الاسود، بابريكا سودانيه اللي هي الهريسه، وتندير قزبر ومعدنوس وزيت الزيتون ومليحه وتنخليها كتشحر. كتاخذ واحد الوقت قليل، يعني 2 دقائق راه غتكون طابت معاك. شوفوا سبحان الله الباذنجان كيفاش خرج، رائع جدا. تاكليه بحال هكا، ديري عليه غير مليحه، زيديه مليحه والثومه والحامض وكوليه كيجي رائع جدا. غادي تحاولي تحيدي القشره ديالو الا كيعجبك النكهه المدخنه او كيعجبك القشور ديال البنجال، فحاولي انك تقطعيهم بالسكين وضيفيهم للصلصه ديالك. الا ما بغيتيش كتاخدي عندك اللب ديالهم فقط. انا كناخذ شويه ديال القشره ديال الدنجال لان كتعطيني واحد المذاق زوين، فاضفتها ليها صافي. غادي نضيف عليها نفس التتبيله اللي ضفت في الاول، اللي هي القزبر كارم، الكمون مليحه، زيت الزيتون